هاتي بقى حلة كده وتعالي بقى انزلي فيها بشوية من الزيت سخنين، ويلا بقى نعمل احلى وصفة لاحلى طبق كشري النهاردة. هاتي بقى بصلتين قطعيهم حلقات وعفريهم بشوية من الدقيق والنشا والملح، وانزلي بقى فيهم بالزيت كده وحمري احلى تقلية لاحلى طبق كشري. بعد ما التقلية بتاعتي تتحمر اكون عملت ايه بقى، سلقت بقى شوية من المكرونة كده في مية وملح. عملت بقى مكرونة كده مشكلة سباكيتي وصغيرة، اسلقها كده ومعطلش نفسي، اعمل كله في وقت واحد كده، اولع على العين دي ودي ودي عشان الاكله ما تاخدش مني وقت واحس ان هي صعبه عليا. طول ما انا بعمل الحاجه على طول بسرعه وفي نفس الوقت عيني هنا وهنا وهنا، خلاص انا مش هحس بتعب وانا واقفه. عقبال بقى ما التقليه بتاعتي تتحمر تكون خلصت خلاص وخلصت التقليه، الزيت بتاعها ده انا هستعمله لكل حاجه، للرز والعدس والشعريه وكمان للصلصه. اول حاجه بقى هنا انا مقطعه بصلايه صغيره، هحمرها بقى تحميره حلوه كده تاخد لون ذهبي، وبعد كده هنزل بالشعريه بتاعتي، احمر الشعريه بتاعتي. واول حاجه اول ما ببدا ان انا اعمل الكشري لازم العدس بتاعي اكون نقعاه في ميه مغليه علشان يستوي. الصلصه بقى هنا حطيت حته توم عقبال ما اتحمرت طشيتها بشويه خل، وانزل على طول بالصلصه بتاعتي، نسيبها بقى تتسبك. وعقبال ما نعمل ايه بقيه الوصفه بتاعت الرز والعدس، حمرنا اهو الشعريه وحمرنا البصلايه، هنزل بقى بحبه الرز اللي انا غسلاهم، واقلب بقى الرز مع الشعريه مع العدس وايه واشوحهم كده الاول مع بعض، وبعد كده انزل من الميه بتاعتي. شايفين العدس انا نقعته بس، انا ولا سلقته ولا اي حاجه، وبنعمل كله في حله واحده علشان ما نحسش بايه بكركبه كتير حوالينا ولا ان الموضوع كبير، لا كله كده في حله واحده. وانزل بقى بالميه بتاعتي والتوابل بتاعتي بتاعت الرز والعدس دوت، هنحط حبه من الملح وحبه من الكمون وحبه من الكزبره. تمام. وخلاص نغطي عليه بقى لحد ما الرز بتاعنا يغلي، واول ما يبدأ يتشرب هوطي عليه، ونبدأ بقى نكمل بقية ايه الوصفة بتاعتنا. نرجع بقى نشوف الصلصة بتاعتنا وصلت لي فين. حطيت بقى الصلصة بتاعتي زي ما احنا قلنا، حمرت التومية وطشيتها بالخل ونزلنا بالصلصة، نحط حبة كمون وكزبرة وملح وحبة من السكر علشان ايه الحموضة. تمام. هوطي بقى عليها خالص كده تتسبك، وايه وعقبال ما تتسبك الصلصه نعمل بقى الحاجات الحلوه اللي بتاعت الكشري بقى المعروفه دي بقى، الدقه والشطه. ننزل بقى بحبه معلقه من الثوم على حبه من الخل وحبه من الميه، وانا كنت هنا مقطعه قرن فلفل اخضر وسبتهم يغلوا شويه على النار. الشطه بقى جبت حبه من الزيت، حمرت الشطه كده، اول ما ريحتها تبدا تطلع هنطشها بقى بحبه من الخل، وننزل بعد كده بكبشة من الصلصة اللي احنا ايه بنسبكها للكشري. تمام. خلاص كده هي كده الشطة خلصت والدقة بتاعتي زي